أكثر حاجة بتخلي كود الجافا احترافي ومحدش بيقول عليها. لو أنا قلت لك إن في حركة بسيطة مبتدئين الجافا مش بيعملوها، بس هي اللي بتخلي الكود يبون احترافي زي كود الشركات الكبيرة. والأغرب إنك لما تتعلمها هتكاتب نص الكود اللي كنت بتكتبه قبل كده. تابع معي لأن الموضوع ده هيغير طريقة تفكيرك في البرمجة كلها. شرطة. المحتوى الأساسي. الجافا في حاجة اسمها methods. أقدر أقولك إنها القلب الحقيقي لأي برنامج. ليه؟ لأن الميثودز بتخلي الكود أنظف، أسرع، مفهوم، وسهل تتبعه وتعديله. تعال نفهمها ببساطة. أنت لما تعمل برنامجاً غالباً تحتاج تكرر نفس الكود أكثر من مرة. تحسب مجموع، تطبع رسالة، تعمل عملية معينة. المبتدئ يعمل إيه؟ يكتب نفس السطور 4 مرات. وده غلط، لأنك لو جيت تعدل سطر واحد بعدين هتضطر تعدله في 4 أماكن. طيب المحترف يعمل إيه؟ يعمل ميثود، يعني دالة، وظيفة، يحط فيها الكود مرة واحدة بس، وبعدين كل ما يحتاجها ينادي عليها بسطر واحد زي كده. كالكيلاكرد. عارف ده معناه إيه؟ معناه إن الكود بقي قابل لإعادة الاستخدام. وده هو أهم مبدأ في البرمجة كلها. Write once, you say anywhere. شرطة. مثال سريع. لو عندك برنامج بيحسب درجة الطالب، بدل ما تكتب تجميع الدرجات، الحساب، الطباعة في كل مكان، تعمل ميثود اسمها calculate final grade، وحط جواءها كل العمليات دي. وبعد كده أي وقت تحتاج النتيجة تكتب سطر واحدا بس، والميثود تعمل كل الشغل. ليه ده مهم؟ لأنك كده بتتعامل مع الكود كأنه قطعة ليكو. كل قطعة لها وظيفة، وبتبني برنامجك خطوة خطوة. وده بالضبط اللي بيخلي المبرمجين المحترفين أسرع منك 5 مرات. شرطة. الخاتمة زائد سيتيك. ابدأ من النهارد. كلما تلاقي نفسك بتكرر سطور كود اعملها ميثود. صدقني هتلاحظ فرق كبير في مستوى تفكيرك وفي شكل الكود اللي بتكتبه. لو عايز أعمل سلسلة كاملة عن أهم الميثودز واستخداماتها سيب لي تعليق، ومتنساش تعمل لأيك وتشترك. علشني الجاي أقوى بكتير.